ماسورة ترندات واتحدفت علينا الأسبوع اللي فات. جوازات، طلاقات، خناقات، فلان اتجوز، فلان خان، فلان كان كاتب شرعي ومتجوز في السر. ايه الحكاية وايه اللي حصل وايه اللي احنا وصلنا له؟ تعالوا يلا نشوف. شفنا الاسبوع اللي فات جوازات كتير حصلت وناس تانية اتطلقت. يعني مثلا كريم محمود عبد العزيز راح يتجوز واحدة كان مرتبط بيها على مراته تطلع تقول ان هو خني، بعد كده تقول لك احنا تم الطلاق في هدوء، بعد كده تطلع الفنانة التانية تقول لك اصل الجواز مش بالعافية او مفيش واحدة ست خطفت رجالة. مي عز الدين تطلع تتجوز واحد مشهور، بعديها بيومين تطلع هيدي كرم تقول لك احنا اللي كبرناكم. الناس تمسك الكلمه هنا والكلمه هنا وايه، ويقول لك هيدي كرم بتلقح ومش هيدي كرم بتلقح. شويه عندك تلاقي مين تاني، الشيخ عبد الله رشدي يطلع، الناس تقول لك متجوز في السر. متجوز في السر ازاي يا جماعه وهو كاتب شرعي ومتصور مع مراته وهي بتولد؟ لا هو متجوز بالسر وضحك على مراته. ماشي. تطلع ياسمين الخطيب تستضيف مراته، طب جوزك كان بيصرف عليكي؟ اه كان بيصرف عليا. طب جوزك ظلمك؟ لا ما ظلمنيش. طب بيصرف على بنته؟ اه بيصرف على بنته. طب انت عايزه ايه؟ هو كده. تطلع مراته تقول لك اصل ايه، جوزي انا وهو اتخانقنا فحلف عليا يمين طلاق، فانا رحت عامله الكلام اللي هو ايه عمله عشان يمين الطلاق ايه يقع. انتوا بتفكروا ازاي يا جماعه؟ المفروض انتوا بتوع دين يعني، واحده منتقبه ومرات شيخ وبتاع، المفروض يعني ايه الكلام كده. وغيره بقى وغيره ايه من الترندات اللي طفحت علينا الاسبوع اللي فات. وانا يعني خلونا ناخد ايه الموضوع من زاويه تانية خالص، ما اعرفش هتعجب الناس او ما تعجبهاش. هو احنا ليه بقينا بنتدخل في حياه الناس بطريقه مستفزه؟ انت مالك؟ فلانه اتجوزت، فلانه اتطلقت، فلانه عملت، فلانه سوت، انت مالك؟ يعني تلاقي واحده مثلا طالعه تقول ايه، اللي مثلا مي عز الدين ما كنتش اتمنى لها الجوازه ده، دي انت مالك؟ هي حياتها وهي ادرى بتعمله صح ولا غلط، وهي اللي هتتحمل نتيجه اختيارها. انت مالك؟ انت مالك وانا مالي وفلان ماله؟ ما كل واحد يخليه في حاله. ماشي. كريم عبد العزيز او كريم محمود عبد العزيز اتجوز على مراته، برضه انت مالك وانت مالك وانا مالي؟ ما كل واحد يخليه في حاله. ماشي. مرات عبد الله رشدي، الماسوره بقى اللي طفحت بتاعت النسويات، ماسوره ده خانها، ده ضحك عليها، ده واخد شقاها، ده كتب المؤخر ومش ولا المهر واللي اسمه ايه الشبكه في قسيمه الجواز. هي كده مش هتعرف تتطلق ولا هتعرف تخلعه. انتوا زعلانين يعني؟ ده شرع ربنا، الراجل كتب اللي هو جابه عشان ما يظلمش نفسه، ومع ذلك هو نفسه نشر على صفحته قال ومع ذلك برضه مستعد اديها حقوقها كامله. يعني الراجل ما ظلمهاش. ماشي. لا ده متجوزه في السر. متجوزه في السر ازاي؟ اهلها واهله عارفين، واصحابها واصحابهم عارفين، يعني العيله اللي هم اهاليهم، مش انتوا اصلا، مش لازم يعزموكوا. ماشي. دي حاجه التانية قسيمه جواز شرعي. ماشي. في الدوله، يعني الراجل متجوز بشرع ربنا ومتجوز بالقانون. هو مش عايز يعلن، مش عايز، انا مش هقول يا جدعان انا متجوز يا جدعان وعاملها في السر، انا حر. انت مالك؟ هل هو اخل بشرع ربنا؟ هل هو خانك؟ هو خانك ولا خاني؟ اتجوز عليكي مثلا وانت كنت عشمانه فيه؟ انت مالك؟ ماشي. لا ماسوره نسويات طفحه، عمال ايه كل واحد يدلي بدلوه، وما شاء الله كلنا بقينا فتاين، وما شاء الله كلنا بقينا بنعرف نحكم، وما شاء الله كلنا بقينا نعرف نقول ونعيد، ولا ده صح ولا ده غلط، ولا اصل كده ما عملت غلط وكان المفروض ما تتجوزش فلان، لا المفروض فلان يطلقها، لا اصل دي خاينه، لا اصل مراته كانت محترمه وحنينه والتانيه خطفت رجاله. مفيش ست بتخطف راجل، عشان نبقى متفقين. ماشي. هي القصه كلها ان الراجل عجبته حاجه في الست دي اتجه ليها. ماشي. مفيش ست بتخطف راجل لان الراجل مش برياله. حلو الكلام. فهي القصه كده. وبرضو كل النقط دي بتدور حوالين نقطه واحده: انت مالك؟ انا مالي؟ في حاجات اهم، في حاجات اهم والله العظيم دايره حوالينا كده، يعني منها اللي حصل في السودان، ومنها اللي حصل في عند اخواتنا، ومنها اللي حصل مش عارفه فين. دي قضايا اهم.
احسن من العصافير اللي احنا شغالين عليها دلوقتي وملهيين بيها عن القضايا الاهم، عن القضايا اللي بتحصل حوالينا والدنيا اللي خربانه من حوالينا، واحنا ماسكين في ايه؟ فلان اتجوز وفلان اتطلقت، فلان خان مراته وفلان متجوز في السر، فلان ضحك على مراته وكاتب القايمه والمؤخر في مش عارفه ايه وجايب لها الجهاز كله وما كتبش قايمه. فيا ريت يا ريت زي ما احنا ما شاء الله عندنا الحماسه دي في ان احنا ندلب دلونا في الترندات ونشتم فلان ونمدح في علان، نخلي برضه عندنا اهتمام باللي بيحصل عشان هو ده الاهم. ماشي، وهو ده اللي هيمسنا بقى حرفيا حدودنا بقى، وده بيتهزي وده بيتأذي وده بيتقتل وده بيتقطع وده بيتعمل له. هو ده الاهم، هو ده المفروض نتكلم عنه، هو ده المفروض ننشر عنه. ليه؟ عشان الناس فعلا تحس ان احنا قلبنا على قلب بعض. لكن فلان اتجوز وفلان اتطلق احنا ملناش دعوه. ماشي، والموضوع ما يخصناش والموضوع ما يهمناش. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعه والكومنت والشير، واشوفكم على خير. سلام.